وسحق محق على اولمبيك تشيرا ب5-0 في مباراة حضر فيها الاداء والنتيجة كانت ماستر كلاس من جميع اللاعبين ديالنا. وهذا الماتش هذا كيهدي لنا صدارة البطولة، وحنا باقيين عندنا ماتشات مؤجلين، ولا لعبنا الماتشات ديالنا المؤجلين كاملين وحققنا فيهم نتائج ايجابية، فغادي تلقانا بفارق كبير على اقرب المنافسين بالنسبه لنا. وهذا الشيء اللي محتاجينه في البطوله ديال العام هذا، خاصه اننا لاعبين على جوج ديال الواجهات. اليوم شفنا الاداء ديال اللاعبين ديالنا، وبزاف ديال اللعابه باقي بحال اول مره غادي نشوفوهم جاوا للوداد، بحال الاداء ديال فاكا اللي قدم ماستر كلاس. كيبان لك انه لعاب ديال الميليو تيران اللي كنتي كتسناه، ماشي عزيزكي، احسن من عزيزكي بزاف. زائد كذلك الاداء ديال اليوم ديال وسام بن يدر، كيبان لك انه نفس اللي كنتي محتاجه. الاداء ديال زياش كيبان لك متحسن وغادي كيتزاد. يعني اليوم شفنا الوداد اللي بغينا. دفاعيا كنا مزيانين، هجوميا كنا مزيانين، الميليو تيران ديالنا كان واقف بطريقه مزيانه، لا من ناحيه بيار لا كذلك الصبار وفاكا كانوا عاطينك واحد الاداء ممتاز. والا كنتي اول مره كتشوفنا، انا اوتي 8 بوي كنهضر على الماتشات ديال الوداد، فاجيو نهضروا على الماتش ديال اولمبيك تشيرا من الاول ديالو للاخر ديالو، ونحاولوا اننا نناقشوه تكتيكيا. فاول مره كتشوفني ما تنسانيش بديك لايك، سبسكرايب، شير الفيديو مع اصحابك، ويلا ندخلوا في التفاصيل ديال المقابله هذه اللي دارها بن هاشم كوريكت من الاول حتى الاخر، وما خلاش بنادم بزاف يهضر عليه. اول حاجه غنهضر بها هو التشكيل اللي دخل به بن هاشم المقابله. انا كان خلعني على حقيقتاش فيه بزاف ديال التغييرات. ملي كنشوف التشكيل فيه بزاف ديال التغييرات كنقول انه غالبا ما غيكونش الانسجام ما بين هاد اللاعبين في ماتش رسمي، وحنايا دابا في ماتش رسمي، فبحال هاد التغييرات ممكن انهم يضربوا الاستقرار ديال الفريق. فملي كنشوف انه كانوا بزاف ديال التغييرات كان عندي واحد التخوف، كنقول ياك ما الماتش ما غاديش يكون مزيان. الحمد لله انه الماتش داز بطريقه مزيانه. ففي حراسه المرمى كان عندنا بن عبيد، في الدفاع كان عندك ابو الفتح مع مصداق معه خالي، وفي الجهه الاخرى كان مفيد. في الميليو تيران كان عندنا بيار معه فاكا وكذلك الصبار. في الهجوم كان عندنا بن يدر وامرابط وزياش اللي قدم مباراه ممتازه، ولكن الكره مازال كتمنع انها تدخل للشبكه ملي كيلعبها زياش. فاي لاعب اخر في الميليو تيران او في الهجوم ديالنا شد الكره ضربها الجول غادي تماركا، ولكن زياش كتمنى عليه كره. عطى اسيست اليوم، ولكن باقي البيت ما باش تشد، باقي ديك الكره ديال البيت ما باش تشد. كنتمنى انه يماركي في شي ماتش اللي يكون كبير، بحال الماتش ديال الكلاسيكو او لا الماتش ديال الديربي. فهاد جوج ماتشات ممكن انه فهمتي ياخذ فيهم الثقه اكثر الى ماركا فيهم. نتسناو هاد الماتشات هادو مع زياش. فالوداد في هاد الماتش هذا بداته هي محترمه المنطق، انه الفرقه اللي قدامي ماشي فرقه كبيره وانا خاصني نضغط عليها ونربحها في تيران، حاجه عاديه وناخذ 3 بوان ديالي. فالوداد من البدايه ديال الماتش وهي الضغط على الخصم، وكنا اللعابه ديالنا منسجمين ومفاهمين وكيعرفوا يخرجوا كره من الدفاع ديالنا وكذلك في الميليو ديالنا. وكان عندنا واحد الحاجه اللي اليوم عجباني، هو تنوع في صناعه الفرص. كنتي قادر انك تدخل الكاري وتحط كواري في الكاري دي زويت. واحد الكره اللي وصلت للبني الدر في البدايه ديال الميطا من زياش كان ممكن يماركيها، غير لعاب ديال التشيره وقف لها بطريقه مزيانه. وكذلك كنتي قادر انك تماركي من برا الكاري دي زويت، وهذه حاجه ممتازه بالنسبه لي. انا ملي كنشوف الوداد ولا عندنا هذاك السيركوي ديال انه راه الا ما دازش بلي سونطر ولا ما دازش بلي باس اون روتري نقدروا ندوزوها بلي تير. وهذا الشيء اللي وقع في الميطه الاولى. حنايا ماركينا البيت الاول عن طريق الكره ديال وسام بن يدر اللي باساها لي فاكا في الميطه الاولى، في البدايه ديال الميطه الاولى. يعني البيت الاول كان سونتر. البيت الثاني اللي هو جا عن طريق قذيفه، هذيك الكره راه ما كانتش عاديه ديال الصبار، شدها من عند فاكا قادها تير تبارك الله، تير تبارك الله. كتبان لك ان كره الكارديان راه ما عندهم يجبد فيها، الكره غاديه صافي ما كتبانش اصلا. الا كنتي كتفرج راه ما بانت لك تلقيتها في الشبكه، بانت لك واحد شويه وهي تخبر تلقيتها في الشبكه. وهذاك هو البيت الثاني ديالنا. وغادي يجي البيت الثالث في الاخر ديال الميطا من تير من برا الكار. كيبان لك انه اللعابه ديالك عرفوا يخرجوا كره من مع بعضياتهم، زي انه وصلوا للمنطقه ديال الخطوره. في المنطقه ديال الخطوره
واخيرا كنشوفوا امرابط انه ما عندوش اللاك في عقله، واش غنباسي او لا نتيري او لا نقلب على شي لعاب صاحبي ولا نكوفري على شي واحد ولا شي حاجه بحال هكا. لا، شد الكره، بان لي انه الكارديان ما بلاصيش مزيان، ضرب كره في الشبكه ومن برا الكاري 18. هنايا كتبان لك انه الوداد انلوكات واحد الحاجه اللي حنا كنا محتاجينها، انه بزاف ديال الماتشات الا تكتلت لك فرقه دفاعيا ما غاديش تلقى حلول، ولكن في هذا الماتش هذا كنت قادر انك تلقى حلول اللي هما تسديد من برا الكاري 18. صافي، بانت لك انه خدامه، فاللعابه ديال كاملين ولاو خداو الثقه في راسهم. في حال هذا الماتش هذا ملي كتاخذ اللعابه ديالك كياخذوا الثقه في راسهم، كيبداو انهم يقدروا الماتشات الاخرين كاملين الا شافوا انه الحلول ديال انه نلعبوا كره في الارض ما خداماش، غادي نقدر نتيري من برا الكاري. كتبان لي انه انت متكتل بزاف، غادي نقدر نستخدم الحل الثاني. ففي الميطه الاولى ساليناها ب 3-0 اداء، كنا مزيانين نتيجه داكشي اللي كان خاصو خرج به الماتش. في الميطه الاولى سالينا الميطه الاولى ب 3-0، وهذا الشيء خلى المدرب ديالنا مرتاح، علاش انه يدير تغييرات ويستراح بزاف ديال اللعابه اللي هو محتاجهم، واللي كيشوف انه عطاهم بزاف ديال الدقائق وخايف عليهم انهم يعياو، بحال ابو الفتح. ابو الفتح خدا بزاف ديال الدقائق وكان خاصو يخرج، لحقيتاش خاف عليه انه يعيا. زائد كذلك اللعابه اللي ممكن انه عنده تخوف انهم باقي ما جاهزينش 100%، بحال بيار اللي قدم مباراه ممتازه فهو خرجوا في الميطه الثانيه. وكذلك الميطه الثانيه الوداد فيها رابحه ب 3-0، فانا غادي نحاول انني نجيري الماتش ديالي وغادي نلعب على لي كونتراتاك وغنلعب عليك في الظهر ديالك. وهذا الشيء اللي كانت دات الوداد، شدات الكره شي شويه، حاول نحافظوا على الكره شي شويه باش تستفز الخصم ديالك انه يشد الكره وتا هو يضغط عليك، ومن موراها بديتي كتخرج بكره بطريقه مزيانه، كتمشي بلي كونتراتاك. وصلنا بكره وجوج وثلاثه، فجا فاكا في الميطه الثانيه ماركا جوج ديال البيوت ديالو. صافي، ماركا البيت الاول اللي جا بطريقه مزيانه، شوته من برا الكاري ديالو عن طريق الباس ديال زياش اللي بدا كيدخل شويه في السيركوي ديال انه راه كيعطي الباسات شويه، غادي يبدا يماركي ان شاء الله. ان شاء الله زياش يجيب الفورمه ديالو حيت محتاجينها بزاف. والبيت الثاني اللي عطاه لي ناسي في الاخر ديال الميطا. فاكا في هذا الماتش هذا خرج بجوج ديال الاسيستات وجوج ديال البيوت. يعني الا جيتي ترجع للور وتشوف فاكا شنو دار، غتلقى لعابه في البطوله لعبوا 8 ديال الجولات او 10 ديال الجولات ما داروش داكشي اللي داروا في ماتش واحد، وقدر انه يعطيك واحد الوجه ديال هذا اجنبي جاي يلعب في الفرقه وما جايش يضحك. ملي كتشوف مقارنه ديالو دابا في ماتش واحد او في هاد الماتشات اللي لعب مع الماتشات اللي لعب عزيزكي، كيبان لك انه الكاليتي ديالو هو طالعه بزاف على الكاليتي ديال عزيزكي. واقعيا اي نعم الخصم ما كانش واحد الخصم اللي واعر بزاف، ولكن الوداد كانت باينه مزيانه بفاكا، كيفاش كيشد لك الكره وكيخرجها، كيفاش كيرجع كيفتك كواري، كيفاش عنده ديك الثقه ديال انه غتباسي لي الكره في واحد البلاصه اللي عندي فيها واحد المترو ديال ليكار مع اللعاب ديالي غادي نشوت. هنا كيبان لك اللعاب اللي فاهم كره واللي كيلعب كره مزيان اللي غيعطيك اداء ممتاز. فاكا تبارك الله. وكنتسنى عاوتاني انايا بانياغوا حتى هو يدخل، حيت هذاك بانياغوا حتى هو نفس الكاليتي ديال فاكا وغيعطيك نفس لي كاليتي. خاصو غير ياخذ ثقه في راسو حتى هو ويدخل مع الوداد وتانتيغرا مع ليكيب، حيت الا تانتيغرا بانياغوا مع ليكيب غادي تشوف واحد الحاجه اخرى ثاني، غنلوكيو واحد ستاج اخر. لحقيتاش بانياغوا في الان كونتر ان واعر وفي لي تير ديالو حتى هما مزيانين. فهذاك اللعاب ملي غيتانتيغرا في الوداد غادي نعرفوا علاش جا الوداد، موهبه ممتازه. في الاخر غادي نحاول نهضر معاك على اسطوره الاساطير ديالنا بن عبيد. بن عبيد اليوم واش كان كيدير؟ كان كيشوف الدشيره زعما خرجوا من الماتش كيقول لهم اجيو نعطيكم واحد الباس ونرجعكم في الماتش شي شويه. هادشي اللي كان كيدير. جبد كواري تبارك الله، وصلوا عليه دي تير اللي كانوا صعاب، كان قد المسؤوليه وقدر انه يجبدهم، ولكن راه كان تيق في راسو اكثر من القياس وكان غادي يدير افضل شي 3 ديال الكواري اليوم كيخرج باس خاطئ وفي الوقيته اللي ما مزياناش، ودارها المصدق جوج مرات ودارها وقيله الايمن الوافي. يعني بن عبيد راجع راسك.
هاد الماتشات دايزه فيهم عادي، اللعابه ديالنا قادروا انهم يرجعوا، قادروا انهم يحيدوا كواري، حاجه عاديه. مي ماتشات اخرين اللي غادي يكونوا قدام خصوم اللي قدروا ما يرحموكش، فما نبغيوكش دير بحال الاخطاء هادو، حيت حنايا فريق اللي كيلعب بطريقه اللي ما خاصكش دير فيها اخطاء. حنا راه ماشي الفرقه منين جيتي. والحاجه اللي غنختم بها هذا الفيديو هذا هو واحد الرساله لبن هاشم. بن هاشم من البدايه ديال العام وهو كيتنتقد، انا انتقدته في الماتش ديال الديربي لحقيتاش بان لي انه ما عطاناش داكشي اللي خاصو يتعطى 100% في الماتش ديال الديربي. مي انا كنتقد ماتش بماتش. درتي ماتش مزيان غادي نهضر على انك درتي ماتش مزيان، درتي ماتش خايب غنهضر على انك درتي ماتش خايب. ما كاينين واحد النوع ديال الناس اللي ما كاينينش هاد القضيه هادي، اللي هو بالنسبه ليه بن هاشم مدرب عيان خاصو يمشي من الوداد. ما عندوش هو الفكره ديال انه لا راه مدرب دقه دقه غادي يبان لك الخدمه اللي كيدير. اليوم كنتمنى انه تبدا توضح الصوره انه بن هاشم راه كيحط اسس ديال الفريق مزيان. الفريق ديالك كيعرف يدير خروج كره بطريقه مزيانه من المدافعين ديالو والكارديان ديالو، كيهبط لك السيس كياخذ الكره تماك، كيهبط معاهم زياش حتى هو كياخذ الكره تماك، الخروج ديالك كينسلس بالكره اليوم. زائد انه الميليو تيران ديالك كان واقف مزيان، وهجوميا كنتي مزيان، كنتي كدير تنشيط هجومي بطريقه مزيانه، تدخل من العمق تدخل من الاطراف كيف ما بغيتيها، كتيري من برا الكاري ديزوج، وهذا الشيء اللي محتاجينه. لحقيتاش عارف انك غادي يجيو عندك خصوم اللي غادي يسدوا ويهبطوا البلوك، وانت محتاج انه تيري من برا الكاري ديزوج، يكونوا عندك لعابه اللي عارفين انهم يوصلوا للشبكه من برا الكاري ديزوج. وهذا الشيء اللي اليوم غادي يخلع الفراقي. لحقيتاش اي فرقه هبطات معاك البلوك، كاين عندك فاكا كيشوت مزيان، كاين عندك زياش كيشوت مزيان، كاين عندك وسام بن يدر كيشوت مزيان، وكاين عندك صبار كيشوت مزيان، وزيد عليهم امرابط اللي هما اللي انلوكاها. قال لك واو انا كنعرف نشوت، انا تعلمت نشوت. فولا عندك واحد الحموله ديال اللاعبين اللي كيعرفوا يشوتوا من برا الكاري ديزويت، اللي اي فرقه رجعات لك اللور غتعرف تحل قدامها الماتش. زائد عندك لعابه لي تكنيكمون واعرين، كيبان لك فاكا كيفاش كيخرج الكره، اولا فاكا كيفاش كيطلق الباسات ديالو، زياش كيفاش كيخرج الكره، اولا زياش كيفاش كيعرف يطلق الباسات ديالو. راه تبارك الله. وسام بن يدر في الكاري ديزويت كيفاش كيعرف يتمركز وكيفاش كيعرف يقرا اللعب، راه تبارك الله. فهنايا ملي كتشوف هاد لي كاليتي وكيفاش وظفهم اليوم المدرب، فخاصك تقول انه دار ماتش مزيان، ما خاصناش نبداو نتيريو فيه. وهادشي اللي كان عندي على هذا الماتش. تهلاو نشوف الفيديو الجاي. ما تنساوش بطبيعه الحال ديروا لنا واحد لايك، سبسكرايب، وشير هذا الفيديو مع اكبر عدد ديال الوداديين. يلا تهلاو، وديما وداد، وان شاء الله ديما الصدارة. وهذا العام هذا البطوله ديالنا.